هم المسلمين بس اللي هيخشوا الجنه؟ يعني ربنا خلق الجنه للمسلمين بس ومفيش اي فئه تانيه هتدخلها؟ بص يا سيدي، عشان نجاوب على سؤال زي ده محتاجين الاول نعرف يعني ايه كلمه اسلام. والاسلام هو كل من سلم وامن بالله الواحد الاحد ايمان كامل وصادق من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاسلام بيتلخص في 5 اركان كلنا عارفينهم طبعا، بس يا عزيزي الاسلام قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مختلف. هترد تقول لي ليه؟ يعني كان في اسلام اصلا قبل سيدنا محمد؟ اقول لك ببساطه الاسلام اتخلق قبل خلق البشر، يعني موجود كده من بدايه الكون، من اول ذره خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ولو تعمقنا شويه وفكرنا شويه في خلق الله هنلاقي ان مثلا الملائكه مخلوقين قبل البشر، والملائكه مسلمين وبعبدوا الله. اشرح لك اكتر. المسلم ببساطه هو من اتبع تعاليم الله صحيحه دون تحريف، وحط مليون خط احمر تحت الكلمتين دول. مش بس كده، وكمان امن بالنبي الذي بعث له. وده مش معناه ان الانبياء مختلفين، بالعكس الانبياء كلهم بيوصلوا للبشر رساله، ومضمون الرساله دي هي عباده الله، ولكن الموضوع كله في الفتنه. يعني الفتنه هي اللي بتوقع البشر في الكفر والشرك. يعني مثلا سيدنا ادم عليه السلام لما نزل كان نازل بالتوحيد، اللي هو معناه توحيد الاله وعباده الله الواحد الاحد وحده لا شريك له، ودي رساله ومضمون الاسلام اصلا، فبالتالي هو مسلم. والفتنه دايما بتيجي من الشيطان. الفتنه كانت في الشرك بالله وعباده شيء اخر غيره، ومن هنا ربنا بيبعث الانبياء عشان يجددوا دين البشر بتعليم مكمله للرساله اللي كان نزل بها النبي او الرسول اللي قبله. وهنا في من البشر اللي بيامن وده بيكون مسلم، ومنهم اللي بيرفض الرساله ويشرك بالله وده كافر. يعني باختصار بدون اي لغط كل الانبياء بلا استثناء مسلمين. خلي بالك تاني، كل الانبياء بلا استثناء مسلمين، ما تخليش حد يضحك عليك. ومسميات زي مسيح ويهودي تم صنعها من البشر. يعني ما فيش حاجه اسمها ديانه مسيحيه نزلت من السماء، ولا في حاجه اسمها ديانه يهوديه، دي كلها مسميات. اللي نزل مع سيدنا عيسى عليه السلام هو كتاب الانجيل، وده يعد شريعه مكمله لما نزل قبله، مش الغاء مثلا للدين اللي كان بيتبعه الانبياء قبله وبيقول لهم خدوا دي حاجه جديده. الموضوع كله انها شريعه بتصحح المفاهيم اللي باظت مع مرور الزمن وتدخل الشيطان في نفوس البشر، وبتزود بعض الاحكام والاعراف اللي نازله من عند ربنا. كذلك التوراه شريعه كانت نازله مكمله للي قبليها. وده هيودينا لاستنتاج مهم جدا، وهو ان القران بيلغي كل اللي قبله، والمسلم في زماننا الحالي هو اللي بيتبع احكام القران وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تتبع القران بس، ما ينفعش تتبع السنه بس، لازم الاثنين مع بعض. طيب ازاي القران بيلغي كل الكتب اللي قبله وهي شرائع نازله من عند ربنا؟ لان ببساطه الكتب اللي قبله تم تحريفها من البشر عشان تناسب اهوائهم. يجي شخص يقول لي طيب ربنا ما نزلش القران على طول وحفظه؟ ببساطه احكام ربنا كانت بتنزل على مر العصور وبيتم استكمالها بناء على تغيير البشر من افعال واحكام وتدابير. ولو ربنا كان نزل القران من البدايه مع سيدنا ادم عليه السلام ما كانش هيبقى في فتن يتعرض لها المسلمين واختبارات، لان الكتاب واضح. الفتنه الحقيقيه اللي مرت على البشر هي الانقسام اللي حصل، والمؤمن هو اللي بيتبع الطريق الصح. يعني لما يجي فئه تقول لك عيسى هو الله، هنا تحكم عقلك وتقرا الكتب والاعراف اللي نزلت. سيدنا عيسى نبي نزل بشريعه وهي الانجيل وتم تحريفها. طب يعني مين هيدخل الجنه؟ بقالي كتير بسمعك. يعني الاجابه ببساطه المسلمين. والمسلمين دول مش هم بس المسلمين الحقيقيين، لان زي ما اتفقنا كل الانبياء كانوا مسلمين. اذا كل من اتبع الانبياء قبل كده بقلب نقي وتصديق كامل لما انزله الله سبحانه وتعالى فهو مسلم، وبكده هيخش الجنه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ودول يطلعوا مين بقى؟ دول اللي اتبعوا الانبياء اللي بعثوا فيهم برساله من عند الله وامنوا بالله واليوم الاخر اللي هو يوم الحساب. ربنا يدخلهم الجنه باذن الله. يعني دول مسلمين مسلمين. وتعالى اثبت لك. نبدا بالنبي اللي عنده وقعت الفتنه الكبرى، سيدنا عيسى عليه السلام. أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الموضوع مش بس ان سيدنا عيسى مسلم، كمان اللي اتبعوا سيدنا عيسى مسلمين، ومن هنا كل من اتبع سيدنا عيسى هو مسلم زي الحواريون ويوصلهم للجنه باذن الله. طب نروح بقى لسيدنا موسى عليه السلام، شوف بيقول ايه لقومه. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بص كده سيدنا نوح عليه السلام قال ايه لقومه؟ إن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.
طب تعالى شوف ربنا سبحانه وتعالى لما اليهود والنصارى كذبوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني شهدوا انهم مسلمين. شوف كمان سيدنا يوسف عليه السلام قال ايه؟ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تعال نشوف كمان ابو الانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا بيقول عليه ايه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني الإجابة واضحة وصريحة، وهي كل من كان مسلم وآمن بالله واليوم الآخر هيدخل الجنة. ولكن كلمة مسلم مش بتقتصر فقط على اللي اتبعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دي بتقتصر على كل من اتبع تعاليم الأنبياء من قبله. يعني الإسلام هو الدين الوحيد على وجه الأرض، وكل نزل من عند ربنا هي شرائع وتعاليم للبشر عشان يسلموا الأمر لله ويعبدوه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهتلاقيه في موضع تاني بيقول عليهم كفار، ولكنه بيختص بالكلمة دي فئة معينة. يعني مفيش آية هتقول إن النصارى أو اليهود كلهم كفار، لأن منهم مؤمنين زي ما شرحت قبل كده. ولذلك هتلاقيه بيقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في سورة المائدة. وهتلاقي آيات مماثلة كتير جدا، وبرضه هتلاقي آيات لكل نبي بعث تثبت إنه مسلم. الخلاصة الدين هو الإسلام، وربنا ما نزلش دين غيره، ولكن كل الكتب اللي نزلت شرائع. ومن اتبع الأنبياء اللي نزلوا بالشريعة أحكامها كاملة بدون أي تحريف هو في الجنة، ومن كفر بهم فلا مكان له في الجنة. أما في زماننا الحالي فكل من أنكر الإسلام وأشرك بالله وتعاليمه وأحكامه فلا مكان له في الجنة، لأن أي شيء غير الإسلام هو محرم. والله أعلى وأعلم. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.